هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في صوت المنتدى. أنا أمل علي أحييكم في منتدى السبت، وأبدأ معكم وزملائي هذه الساعة بآخر الأخبار. بعد ذلك أعزائي المستمعين تستمعون إلى كلمة المنتدى التي ألقيت في ملتقى الحوار التشاوري الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي ما بين 27 و 29 من نوفمبر. وفي نفس السياق تستمعون لاحقا إلى حوار أجره لنا الزميل جمال عثمان همد من ميلبورن مع القيادي الأستاذ محمد نور أحمد، قيادي في الحزب الديمقراطي، حول انطباعاته عن ملتقى الحوار التشاوري. تتخلل فقرات الساعة منوعات عدة، أرجو أن تبقوا معنا وأهلا بكم. انتي تسرعي لبيه والدنيا لذتها ديري شام تقتليني لبيئكي من فتاه الكبيل على لبيه درب شامكي هركتها انتي تسرعي لبيه والدنيا لذتها ديري شام تقتليني لبيئكي من فتاه بكوس هلا مندلاي مريح هلا ووالي بالوقي للدالي بوريا ودو غندالي لعمر عقبيو سلال بال التالي إلى نو كسب قبل من أرض تودي بواري اللي بعدك مندلاي شوكت مرق وتواي عند الزومق الأباي منك شفرو من باي أفياتو يتوالى باي أسكدا والرباك العم الرمودايا تبع ولا عيبا صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، الجالية الإريترية في نيروبي تكرم قادة من الراعي الأول. أمنستي تقول التجنيد المفتوح يدفع بالإريتريين إلى المنافي.
تفاصيل الأخبار. في إطار احتفال الجالية الإريترية في كينيا باختتام أعمال الملتقى الوطني التشاوري بنجاح، كرمت في حفل بهيج المناضل حسين خليفة والمناضل مسفن حجوس، المناضل محمد برهان بلاتا، المناضل حروي تل بيرو، والمناضل الأستاذ محمد نور أحمد، وذلك تقديرا لإسهاماتهم ونضالاتهم المستمرة منذ مرحلة الكفاح المسلح وحتى الآن. وقد تفاعل الإريتريون في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعملية التكريم وأثنوا عليها مستبشرين بغد أفضل لقوى المعارضة الإريترية. هذا وكان الملتقى الوطني التشاوري قد عقد في الفترة ما بين 27 و29 من نوفمبر المنصرم، وأنهى جلساته في أجواء تسودها روح التفاؤل والحرية، ولا زالت صدى قراراتها تتناقلها الألسن في مختلف المواقع سواء في الداخل أو الخارج. نفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد وقف السلطات الإريترية الخدمة العسكرية المفتوحة، وقالت إن هذه الخدمة مستمرة وتخلق جيلا من اللاجئين الفارين بجلودهم من نير الاستغلال والأشغال الشاقة. وجاء في تقرير للمنظمة أن التجنيد مستمر لفترات غير محددة لقسم كبير من المجندين، وأحيانا تستمر الخدمة لعشرات السنوات، وتشكل إريتريا ثالث بلد من حيث عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بعد السوريين الذين سقط بلدهم في اقتتال مفتوح منذ 4 سنوات، والأفغان الذين تعيش بلادهم حروبا وعمليات اقتتال منذ الغزو الروسي عام 1979. وبحسب المنظمة التي مقرها العاصمة البريطانية لندن، فإن الخدمة العسكرية المفتوحة خلقت جيلا من اللاجئين بالرغم من أن البلاد ليست في حالة حرب. قالت ميشيل كاغاري مساعدة المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية أمنستي انترناشونال في شرق إفريقيا إن وضع المجندين في إريتريا ميؤوس منه، ويخالف ما تقوله بعض الدول المضيفة من أن معظم الإريتريين الذين يدخلون إليها مهاجرين اقتصاديين. وأضافت إن هؤلاء الأشخاص وبينهم الكثر من القاصرين هم لاجئون يفرون من نظام الخدمة العسكرية الذي يشبه الأشغال الشاقة، والأشخاص الذين يحاولون الفرار من الخدمة العسكرية يعتقلون في شروط مزرية، وغالبا ما يسجنون في زنزانات تحت الأرض أو في حاويات. وحسب القانون الإريتري فإن الخدمة العسكرية تمتد ل18 شهرا فقط، ولكن العصبة القائمة حولته إلى أجل مفتوح بحجة الحرب مع الجارة إثيوبيا. نهاية النشرة. الكبيل على ليبيا درب شام كي هركتها انتي تسراي ليبيا والدنيا لذتها ديري شام تقتليني ليبيا اكي من فتاه الكبيل على ليبيا درب شام كي هركتها انتي تسراي ليبيا والدنيا لذتها ديري شام تقتليني لبيكي من فتاه بكوس هلا من دلاي مريح هلا ووالي بالوقيل الدالي بوريا ودو قندالي لعمر عقبيو سلال بال الدالي لنو كسب قبل من أرض طولي بواري اللي بعدك من دلاي شوكة مرك وتواي عند السومك الأباي من ناس شفرو من الباي أفياتو يتوالى با أسكدا والربا كل عم الرمودايا دبا ولا عيبا أتنسيني كبودا بجلاكي كده باي اسمت حلت مروجي أسيك سنة لا زمان بكيرا شامكي تلبي حيلا أتنسيني كبودا بجلاكي كده باي اسمت حلت مروجي أسيك سنة لا زمان بكيرا شامكي تلبي حيلا أتنسيني كبودا بجلاكي كده باي اسمك حلت
تلقي حيلة. المستمعون الكرام، تستمعون الآن إلى كلمة المنتدى في ملتقى الحوار التشاوري التي ألقاها السيد الدكتور أسفاو تخسي، ونستمع إلى ترجمتها باللغة العربية بصوت الأستاذ سليمان آدم. متابعة طيبة. نحن إرتراويان بوليتيكا وقداينا بعلنا خنفتح حلافنتنا إيو وسيت نايت زكاية كالسي صبو يكون حماق حلافنت كنسكم دما قدني. أما وداتا إرترا نفس أنت رخيبا نعنا ترح زي كونس نقولاتنا أنت لا يقربوا زربح سلزخوني مورالاون بوليتيكاون دقف كاب كل وغنات كم زي في الليلنا نامن سلز مدرخ انتايو زبل حتو. اليوم 27 من شهر نوفمبر لعام 2015 سوف يكون لنا نحن المجتمعون هنا يوما سوف لا ننساه، وما يجعله هكذا إننا مجتمعون لحوار حول قضايا وطنية في غاية الأهمية، وللعمل على الوصول على صيغة تمكننا من العمل سويا، وذلك في مرحلة تتسم بتوفر الظروف الملائمة للتغيير في بلادنا. وإذا تمكنا من اتخاذ قرار على هذا المستوى سوف لن تقتصر الفائدة على الوقت الحاضر، بل إنما سوف يكون بإمكانه تغيير ذلك الحياة السياسية المستقبلية في بلادنا. ولذلك سوف يتفكر اليوم جميع الإرثيين هذا اليوم، وبالمقابل وإذا فشلنا في ذلك فسوف يكون اليوم يوما للفشل. ولذلك نحن مجتمعون اليوم وعلى عاتقنا مسؤولية كبيرة. أيها السادة والسيدات الأخوة والأخوات، اسمحوا لي أولا أن أحييكم وأرحب بكم جميعا باسم المنتدى الوطني للحوار. إنه لمن دواعي السرور أن نلتقي هنا من أجل أن نتحاور كإريتريين من عدة خلفيات والمسيرات السياسية. يعتبر هذا اللقاء رسالة لأولئك الذين ظلوا يرددون بأن الإريتريين معروفون بالخلاف دوما، وهم غير مرنين ويتسابقون على السلطة دوما، ولكنهم غير قادرين على العمل مع بعضهم البعض. ورسالة هي أن نقول لهم أنكم مخطئون، وفي نفس الوقت نحمل أيضا بشرى سارة لأبناء وطننا الذين ظلوا يقولون بأنه حالما تمكنا من العمل سويا سوف يكون عمر النظام قصيرا. يسهل أولئك الذين لا يعرفون تاريخنا جيدا أن يستخفوا بقدراتنا. هنا في هذا المكان يتواجد بيننا رجالا ورموزا وقفوا ضد الظلم لأكثر من 4 عقود، وبعضهم أكثر من 5 عقود، ولا زالوا يناضلون من أجل بلوغ الهدف بمعنويات عالية وغير مكترثين بالصعوبات التي تواجههم أثناء المسيرة النضالية الطويلة. قد يقول صغار السن بيننا في هذا اللقاء: من هم هؤلاء؟ يمكن أن نذكر البعض منهم على سبيل المثال. يمكن أن نذكر المناضل محمد برهان بلاد، المناضل حسين الخليفة، المناضل مسفن حبوس، المناضل حرية الدابيرو، وغيرهم من المناضلين الكبار. وباختصار، إذا كانت هناك حقيقة يؤكدها هؤلاء المناضلون هي بأننا كإريتريين نتمتع بإمكانيات لا يستهان بها، ولأننا كذلك سوف نقوم بإثبات ذلك لشعبنا وللعالم مرة أخرى. اسمحوا لي الآن السادة والسيدات أن أقوم بالواجب وأعرفكم بمنتدى
الحوار الوطني. عندما تم تأسيس المنتدى بدأ عدد قليل من الإرثيين تربط بينهم التجارب المشتركة، فهؤلاء بدأوا أولا بتقييم جوانب الضعف والقوى للمعارضة وكذلك لنظام الهدف، وبناء عليه بدأوا بمحاولة تحديد فهم الأرضية السياسية المشتركة القائمة على برنامج الحد الأدنى التي يمكن أن نجتمع أو نلتف حولها جميعا، ويتمثل ذلك على إزالة هذا النظام وبناء دولة إريتريا التي تحكم بالدستور وتسعنا جميعا كإريتريين. وعليه ومن أجل التعجيل بالتغيير المطلوب ليس تأسيس تنظيما سياسيا جديدا يضاف إلى التنظيمات الموجودة، ولكنه بدلا من ذلك العمل على جمع القوى والتنظيمات والجماعات التي تعمل لذاك الهدف وضمان مشاركتها في الحوارات السياسية، وكذلك العمل على خلق جسر بين المعارضة الداخلية والخارجية وتمكينها من العمل كمعارضة واحدة موحدة. وفي الأخير بدأنا التحرك انطلاقا من الإيمان بأنه بالإمكان ومن خلال توحيد جيوب المقاومة الداخلية المتفرقة والتي تعمل في أطر ضيقة الإسراع في تغيير التغيير بالطرق والوسائل السلمية. وعليه ولهذه الأسباب نقول أن المنتدى الحوار الوطني ليس تنظيما سياسيا، وهذا يعني أنه ليس لديه برنامجا سياسيا لأن يقوموا بإزالة النظام حتى يكونوا بديلا له. باختصار شديد ليس للمنتدى هدف الدخول في المنافسة على السلطة السياسية في بلادنا، ولكنه يهدف أن يكونوا أداة تغيير تقوم بتسهيل الاتفاق على الحد الأدنى الذي يمكن أن نلتف حوله جميعا، وبذلك تتمكن هذه القوى من أن تكون فعالة كما ينبغي، الأمر الذي لم يتحقق إلى هذا اليوم، وذلك بسبب الخلافات التي حالت دونه. وفي منظورنا يمكن تقسيم العملية النضالية إلى مرحلتين، الأولى والثانية، أو بعبارة أخرى مهامنا اليوم ومهام الغد. تتمثل مهمة اليوم في الانتصار على النظام الذي يحتكر بلادنا ويستمر في تعذيب شعبنا ونجعل جميعا من بلادنا وطنا نعيش فيه سويا كمواطنين وبسلام، نشارك في حياتها السياسية بحرية تامة، وبلاد تتولى أمرها حكومة تحتكم للدستور، ويعني ذلك انتزاع السلطة عن القلة التي تحتكرها وتسليمها إلى الشعب الإريتري. نؤمن بأن هذا الهدف الأول لكل مناضل إريتري يناضل من أجل التغيير، ولأنه من الخطأ القيام بخلق المزيد من القوى السياسية وتوسيع دائرة الخلافات في الوقت الذي توجد فيه البلاد تحت حكم نظام ليس لديه دستور ولا يؤمن البتة بالقانون. علينا إذن توجيه النضال إلى اتجاه واحد، أي اتجاه الداخل، إذا كنا نريد تحقيق الهدف السياسي الأول. وفي سبيل ذلك لا بد لأي تنظيم سياسي توجيه كل طاقاته وقدراته باتجاه تحقيق الهدف مع الحفاظ على استقلاليته الذاتية وبرامجه السياسية. في هذا النضال ليس فقط أننا نؤمن بحق مشاركة أي تنظيم سياسي إريتري بصرف النظر عن مواقفه، ولكننا أيضا ندافع من أجله، وهذه حقيقة المرة في الديمقراطية، حيث يجب عليك أن تدافع عن حق من لا تتفق معه حتى وإن كان ذلك أمرا صعبا، لأن تضمن حماية حقك أنت. وهذه هي الثقافة السياسية التي تجعل منا نقيض الهدف وليس نسخة منه. وبعد أن يتحقق الهدف الأول يمكن الانتقال إلى الهدف الثاني أو المهمة الثانية أو مهمة الغد، ويعني ذلك أن الأحزاب والقوى السياسية يمكنها أن تتنافس
على السلطة عندما تتوفر الأرضية المناسبة لذلك. في الحقيقة إننا جميعا نعلم جيدا بأن إسقاط النظام وحده لا يضمن تحقيق التغيير الجذري في البلاد، ولكن التحدي الذي أمامنا أيضا هو إخراج البلاد من المستنقع الذي تجد فيها نفسه ووضعها في المسار الصحيح الذي يؤدي إلى الديمقراطية والسلام والازدهار الذي نريده جميعا. ولا شك أن أحد إيجابيات وجود المعارضة الموحدة هو الدور الإيجابي الذي بإمكانها أن تلعبه أثناء الفترة الانتقالية. يجب علينا أن نبحث هذا الأمر بجدية ونستعد له. هذا لقاء تم الدعوة إليه وتنظيمه من قبل إريتريين، وكما تم تمثيل إليه من قبل إريتريين وتمويله من قبل إريتريين من لهم إمكانيات، بهدف البحث وإيجاد مخرج لنا جميعا. ويجب أن نعلم أيضا بأننا قد قمنا بالتشاور مع دول الجوار أثناء التحضير لهذا اللقاء. نحن كإريتريين الذين علينا مسؤولية إيجاد حلولا لمشاكلنا السياسية، وأيضا نحن الذين نتحمل نتائج النضال الذي نخوضه، الإيجابي منه والسلبي. وفي الأخير، وفي حالة تجد إريتريا وضعها الطبيعي، سوف تعود بالفائدة ليس علينا فحسب، بل إنما يعود ذلك أيضا إلى جيراننا. ولهذا نؤمن بأننا سوف نحصل من كل الأطراف على كل الدعم السياسي والمعنوي الذي نبتغاه. ماذا يكون المنتدى؟ هذا سؤال يتردد في الداخل والخارج. عندما يتم الخروج من الطريقة المألوفة للنضال ويتم بدلا عنه إدخال طرق جديدة، فاحتمال الوجود بعد اللبس أمر متوقع ومفهوم، إلا أنه من المعروف أنكم جئتم اليوم إلى هذا اللقاء لأنكم تعرفون من يكون المنتدى، ومن الطبيعي أن لا أحدا يقبل الدعوة إذا لم يعرفوا من هو الداعي. وإذا كان هناك بعض الغموض أو اللبس، أملنا أن تكونوا قد وضحت الصورة الآن. ربما كان علينا ونحن مجتمعون اليوم في هذا المكان أن نقوم بتعرية النظام الموجود في أسمرة، ولكن باعتبار أن هذا النظام فاسد ومكروه من العالم أجمع، فلا جدوى من تعريف شعبنا أو العالم بطبيعة نظام كشف عن عورته بنفسه. وعليه أن ما يجب علينا بحثه هو السؤال الآتي: كيف يمكن لنظام ديكتاتوري على هذه الدرجة من التخلف ويفقد المقومات أن يستطيعوا من الاستمرار في السلطة؟ ليس هذا فحسب، بل لفترة ليست بالقصيرة وتتجاوز أكثر من 20 عاما. وماذا عننا نحن المعارضة؟ لماذا لم نستطع مواجهته وإزالة نظام متآكل من داخله؟ ليس هذا فحسب، بل لماذا لم نتمكن من تأكيد وإثبات أننا البديل الأفضل، وذلك أمام شعبنا أولا وأمام العالم أجمع؟ وللإجابة على هذه الأسئلة في لقائنا اليوم يتعين علينا أن نسأل أنفسنا بصراحة تامة، كما يجب علينا تقييم هذا النظام تقييما موضوعيا. أن التقليل من النظام وسوء تقدير قدراته وتأثيره وعدم أخذ تكتيكاته بجدية والقيام بتقديرات تبعد عن الحقيقة إلى آخره قد يكون مفيدا للدعاية السياسية. أما الاعتماد على ذلك عند وضع الاستراتيجيات يعتبر خطأ فادحا، وعليه يجب علينا معرفة القوة التي تسمح له بالبقاء على السلطة. إن التقييم المبني على الحقائق هو وحده الذي سوف يمكننا من تحديد وسائل النضال الأكثر فعالية. عالم الاستراتيجية العسكرية الصيني سيرت شو الذي عاش قبل 2500 عاما معروف عنه وعن بعد ما قاله: إذا عرفت نفسك وعرفت عدوك سوف تنتصر دائما. إذا عرفت نفسك ولم تعرف عدوك تنتصر أحيانا
وتهزم أحيانا. أما إذا لم تعرف نفسك ولم تعرف عدوك فسوف تهزم دائما. يا لها من نصيحة غيبة. إذن نحن أيضا مطالبون بأن نقف أمام مرآة نظيفة ونرى ما هو جميل وغير جميل في شكلنا بكل شجاعة، وبهذا فقط نستطيع تقوية الجوانب الحسنة ومعالجة الجوانب الغير حسنة. نحن هنا في المهجر وبعيدا عن الوطن لم نتمكن من التعرف وتشخيص الداء السياسي في بلادنا جيدا، ومن لا يعرف الداء لا يستطيع معرفة الدواء. لذلك ومنذ البداية لم تنطلق معارضتنا السياسية من الحقائق الداخلية، إنما انطلقت من رغباتنا الحسنة ومن أحلامنا، وبالتالي اتخذنا مواقفا ترضي ضمائرنا ولكنها لم ترتكز على دلائل، ومن ثم قدمنا لشعبنا خطابا سياسيا لم يستند كثيرا من الواقع، وهذا بدوره خلق نوعا من الارتباك الذي وجده النظام مساعدا لإطالة عمره، وظهرنا نحن أمام العالم كمعارضة ليس لها القدرة على مواجهة نظاما متهالك، وأصبحنا قوة في نظرهم غير فعالة. ولكن هناك أمر ينبغي معرفته، وهو التاريخ والحقائق السياسية التي ساعدت على ذلك. في دولة حديثة النشأة مثل إريتريا التي ليست لديها تجربة العمل السياسي ولا سيما عدم وجود منافسة سياسية تعددية، لا بد في البداية أن يكون فيها عدد كبير من القوى السياسية. فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى الدول التي تحول نظام الحكم فيها من الدكتاتورية إلى الديمقراطية النسبية، نجد أن كثرة القوى والأحزاب السياسية أمر طبيعي. وإذا قمنا بمقارنة وضعنا بتجارب تلك الدول سوف لا نجده أمرا يدعو للغرابة. وحتى عدم وجود أحزاب ليست بينها خلافات سياسية جوهرية وقائمة على خلفية خلافات شخصية أو كونها متناحرة هو كله أمر لا يدعو للغرابة كثيرا. وعندما تكون التنظيمات حديثة النشأة يمكن لمن يعاديها أن يتسلل إلى داخلها ليفتعل الفتنة ويقوم بإضعافها، وهذا أيضا أمرا ليس قريبا. لذلك بدأنا كلنا نعارض النظام كلنا بما نراه أو بما نراه كل منا، ومن ثم واجهنا صعوبات كثيرة، ولكن بالرغم من ذلك كله صمدنا واستمر النضال. وبما أنه استمر نضالنا دون كلل أو ملل تمكنا من تعرية النظام أمام الشعب الإريتري وأمام العالم. يعتبر ذلك نصرا تكتيكيا ولكنه ليس الهدف الأخير. يمكننا ذكر بعض الأخطاء التي سببت في تأخر بلوغنا إلى الهدف الرئيسي والذي يتعين علينا أخذ العبرة منه. الاختلاف السياسي بين أناس هو اختلاف بين آراء مختلفة وليست عداوات شخصية بينهم، واعتبار من يعارضك عدوا أو عميلا أو معاديا للوطن هو شبيه بالوسائل المتخلفة التي لجأ إليها نظام الهجدف وساهمت في إضعاف طاقاتنا وقدراتنا. الذين يتم اعتقالهم وسجنهم في إريتريا باستمرار وبأعداد كبيرة لهو خير دليل على وجود وقوة المعارضة الداخلية، إلا أن ذلك لم يتم التعرف عليه من قبل المعارضة الخارجية كما ينبغي. وعلى العكس من ذلك كنا نتحدث عن انتهاء المعارضة الداخلية حتى تاريخ حدوث عملية فورتو التاريخية، وبالتالي لقد تم اعتبار كل من صمت بأنه تابع للهجدف، وكان ذلك خطأ استراتيجيا، وكل ذلك ساهم في تقوية هجدف وإضعاف المعارضة. وهناك أيضا أمرا ألحق بنا ضررا كبيرا ألا وهو استمرار المشاعر السلبية التي نتجت عن الحرب الأهلية بين جبهة التحرير الإريترية والجبهة الشعبية للتحرير الإريترية. تلك المشاعر التي أثرت سلبا على الجيل الجديد الذي ساهم في النضال، إن محاولة
تسييس التاريخ من أجل مكاسب آنية بدلا من أن يكون عبرة نستخلص منه الدروس أمر غير مناع ومضر. لم تتمكن تنظيمات المعارضة من الحفاظ على استقلاليتها والاستمرار في النضال بعيدا عن الضغوط الخارجية، مما أعاق نمو وقابلية النضال، أضعف إلى ذلك القيام بنوع تجارب الآخرين، وكل ذلك خلق شوشرة واضحة. وأخيرا، بدلا أن نقول كفى للتقليل من شأن بعضنا البعض، أصبحنا نحن أيضا نردد ما نسمعه من أن المعارضة لا جدوى منها، وبذلك ساهمنا نحن أيضا في النيل من معنويات شعبنا، ونسينا أن من يقول بأنه لا جدوى فينا يقولون ذلك لأنهم لم يستطيعوا أن يجعلونا أدوات لهم، وهذا أمر يؤكد قوتنا وليس ضعفنا. وعليه أن ما تعلمناه من هذه التجربة الوطنية هو إعادة تقييم تجربتنا والقيام بتصحيح مسارنا. اليوم يتمنون الإرثيين وبصرف النظر عن انتماءاتهم عن قضية كانت أم دينية أن يكون هذا اللقاء، أن يتكرر هذا النجاح بنجاح. هذا لأننا نؤمن بأننا إذا عملنا سويا سوف لا يصعب علينا إسقاط هذا النظام. عاش النضال الإرثي، وشكرا جزيلا. أرحى خلو ودبات وراسي مني خزين سقام قلاسي بحر خلو نبعي لحنباسي هزمي الري كله تغالاسي بعالية هايمانو زسمري حق ندبا قدم زنبري كيحيدو موصبو زقبري كيحيدو موصبو زقبري ساما غالسو خيستا مغري الله خندو نحوى دكيري الله خندو نحوى دكيري شبد بداتي ومد الحق وري بترحكم مسيز بي مسعتري شبد بد شبد بد شبد بد شبد بد مني غزين سقام قلاسي بحر كله نبعي لحنباسي هزبي الري كله تغالاسي كي تمرز بعلو تغريزو شيقنا هزب خسادو رقيزو عفات عبر هزب زوطني كيف الدينا زمانات هنا عشان ما تحقا ودب بحرا تدم سزي حسن كي يريترا كعلني داق ما يغسمرا
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله كل أوقاتكم. هذا جمال همد يحييكم ويقدم لكم هذه الفقرة الحوارية مع الأستاذ محمد نور أحمد، القيادي بالحزب الديمقراطي والمعارضة الإريترية. من المعروف مستمع الكريم أنه قد عقد في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر ملتقى تشاوري ضم عدد من التنظيمات والأحزاب الإريترية الساعية للتغيير في إريتريا بدعوة من المنتدى الإريتري، ذلك في العاصمة الكينية نيروبي. تأتي أهمية هذا اللقاء التشاوري لجهة البنود التي بحثها، وكذلك لكون هذا اللقاء يتم بين قوى سياسية ربما تلتقي لأول مرة، بجانب كونه يعقد بعيدا عن دولة المقر المعروفة للمعارضة الإريترية وهي أديس أبابا، والتي تشهد التوترات بين مكونات التحالف الديمقراطي الإريتري والمجلس الوطني للتغيير، بعيدا أيضا عن ضغوط إقليمية ومشكلات تعتري العمل الإريتري المعارض. نلتقي بالأستاذ محمد نور أحمد كما قلنا، القيادي الإريتري المخضرم والسفير السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي، الذي كان من بين المشاركين وتقدم بورقة تدعو لتعزيز العمل الجبهوي المشترك. أستاذ محمد نور أحمد، أحييك باسم إذاعة المنتدى في هذا الحوار القصير، وأطرح إليك السؤال المباشر واللي هو الجو العام الذي ساد الاجتماع أو اللقاء التشاوري، وأهمية هذا اللقاء بحسب وجهة نظرك. أولا شكرا جزيلا لإذاعة المنتدى أن تدعوني لهذا اللقاء لأقول ما لدي من انطباعات وما لدي من آراء فيما يخص اللقاء التشاوري الذي تم في نيروبي. بالتأكيد كان اللقاء بين مجموعات ليست جديدة من بعضها على بعض، وإنما هي تعرف بعضها البعض منذ التجمع، ثم التحالف الديمقراطي، ثم المجلس الوطني. وبالتالي يعني كان شيء جميل جدا أنها يعني بعد فترة انقطاع دارت بعد المؤتمر الأول للمجلس الوطني تلتقي من جديد. يعني كان شيء جميل جدا، وكانت هناك فرحة اللقاءات في حد ذاتها بين عناصر يعني كانت انقطعت عن بعضها البعض فترة طويلة. الناحية الثانية أيضا أنه هذا اللقاء جاء بعد أن تعثرت اللقاءات في كل من الخرطوم وأديس أبابا بسبب يعني موقف الحكومة السودانية أولا، وبسبب الخلاف الذي صار داخل المجلس بين المكتب التنفيذي وبين اللجنة التحضيرية، وهو خلاف غير موضوعي، فعطل يعني أن يتم اجتماع من أجل عقد المؤتمر الوطني الثاني للمجلس. وبالتالي كانت فرصة أنه هذه القوى تلتقي يعني مرة ثانية أيضا يعني في نيروبي، وتتشاور فيما بينها سواء كان في لقاءات جانبية أو في الجلسة المشتركة. وكان البرنامج الذي وضع هو بالدرجة الأولى يتناول قضايا أساسية، وهي نقاط ضعف النظام وكيفية استثمارها من قبل المعارضة، ونقاط قوة النظام التي يعتمد عليها في استمراريته في السلطة، ونقاط ضعف المعارضة نفسها وكيف يجب أن تتجاوزها، ونقاط قوتها وكيف يجب أن تستثمرها لإزالة هذا النظام الذي لا يحظى يعني بدعم جماهيري. نقاط قوته هي في اعتماده على أجهزة أمنه والتي تقمع الجماهير الإريترية، وهذه نقطة قوة، ولكنها في نفس الوقت نقطة ضعف، لأنها أثارت وتثير كل يوم الجماهير الإريترية ضد هذا النظام،
وبالتالي المعارضة كيف تستثمر نقاط الضعف النظام ونقاط قوتها كقوة موحدة موجودة مثلا على ساحة النضال لإسقاط هذا النظام. صحيح أنها موحدة إن لم يكن بشكل كامل فبشكل كبير موحدة، لكن هناك أيضا أطراف خارج الإطار بتاع المجلس، وحتى هذه أيضا كانت موجودة في هذا اللقاء. ويمكن هذا يعطي مثلا أهمية خاصة لهذا اللقاء أن يكون بين القوى الموجودة داخل المجلس والقوى الموجودة خارج المجلس وتتفق كلها على البرنامج اللي كان مطروح، فيعتبر هذا شيء إيجابي. طيب صف لنا الجو العام الذي ساد اللقاء. كان الجو العام جو هادئ. نعم. ممكن أصفه وأقول كان جو ناعم. نعم. لأنه لم تطرح فيه قضايا إثارية. كانت القضايا ذات طابع استراتيجي لم يحصل الاختلاف حولها. كانت كيف نحن نوحد قوتنا وكيف نستغل نقاط قوتنا وكيف نستغل نقاط ضعف النظام. فكان التفكير حول هذه المسائل وكان التنظير حول هذه المسائل، وبالتالي كان الجو هادئ جدا وجو عقلاني لم تحكمه عواطف أو لم تحكمه يعني إثارات وعصبيات تنظيمية. نعم، بالعكس كان جو عقلاني تحكمه الموضوعية بالدرجة الأولى، وكان الهدف الأساسي كيف يمكن الناس تتفق على شيء مشترك يدفع نضالها للأمام يعني. نعم أستاذ، ما تم الاتفاق عليه طبعا تم إعلانه ومنشور في كل المواقع تقريبا. نريد الآن أن نسمع آفاق هذا الاتفاق وكيفية ترجمته على الأرض، يعني كيف سيترجم هذا الاتفاق على الأرض. طبعا المشكلة التي تواجه هذه القوة التي اجتمعت في نيروبي هي أولا أنها لا يجمعها إطار مشترك. هناك المجلس وهناك أيضا منظمات مجتمع مدني وتنظيمات أو بالأحرى تنظيم سياسي اللي هو حزب الشعب الديمقراطي خارج المجلس. ينبغي من وجهة نظري لتفعيل البرنامج الذي تم الاتفاق حوله والذي تقدم مثلا ذكره أو ذكر مضمونه بالأحرى، هو يجب أن تفكر هذه القوى في كيف أن تنضم يعني تحت مظلة واحدة. هذه المظلة هو المجلس، أو هناك يعني طبعا تطور جديد لهذا المجلس أو البحث عن بديل. لكن هذا البحث عن البديل يجب أن يأتي من داخل القوى المنظمة نفسها وليس يعني إزالة المجلس، لأنه هذا بناء تم يعني مع التطور وهدمه بالتأكيد سيكون له مردود سلبي. لذلك يعني أنا في تقديري لو القوة خارج المجلس انضمت إلى المجلس وأصلا متفقة مع أعضاء المجلس مثلا حول القضايا الأساسية في مواجهة هذا النظام، بالتأكيد سيكون ما تم الاتفاق عليه قوة دافعة لهذه القوى السياسية لأن تستمر وتنطلق وبقوة أكثر من الوقت الذي مضى، وستسرع بإسقاط هذا النظام. نعم، ولكن هناك يعني قوة خارج المجلس، يعني هذا الاتفاق يتم خارج إطار المجلس الوطني، وفي قوة من داخل المجلس الوطني لا تتفق أو لم تشترك. أنا أسأل تحديدا عن آفاق ترجمة هذا الواقع، ترجمة هذا الاتفاق على الأرض بالنسبة للقوة التي كانت ملتئمة في نيروبي. هو طبعا لابد أن يكون في إطار يجمع. نعم. ما لم يكن هناك إطار يجمع هذه القوة
سوف لن تتمكن بشكل مشترك لتنفيذ هذا الاتفاق، لكن يمكن كل جانب ينفذه بطريقته الخاصة، لكن سيكون مثلا التنفيذ له نتائج ضعيفة من وجهة نظري. أنا شخصيا أتوجه بنداء للقوى الموجودة خارج المجلس أن تنتمي إلى المجلس وتدفع في اتجاه أنه يعقد مؤتمره الثاني، وبالتالي قطعا وجودها في داخله سيعطي هذا المجلس قوة ودفعة جديدة، وربما يعني نستطيع أن نقول أنه يعني يسد الطريق أمام القوى التي تريد أن تدمر يعني هذا التجمع الموجود يعني. فبالتالي أنا شخصيا أتوجه إلى القوى الموجودة خارج المجلس أن تنضم إلى المجلس، وسيكون دورها طبعا ملحوظ، لأنها لم تجد أي خلاف بينها وبين بقية التنظيمات الموجودة يعني داخل المجلس في هذا اللقاء الذي تم. هل تم يعني تكوين آلية من داخل الاجتماع لمتابعة ما تم الاتفاق عليه؟ هناك طبعا لجنة سميت بلجنة الاتصال، ولجنة الاتصال ذات طابع فني، ومهمتها هي تقوم بدراسات وبحوث حول كيفية الأمور التي أو العوامل التي تدفع العمل يعني للأمام وتعجل بإسقاط النظام، فهي تقدم نتائجها يعني للقوى التي شاركت في نيروبي. هنا طبعا هذه اللجنة نفسها على حسب ما هو موجود يعني في البرنامج الذي طرح تشكل من قبل هذه القوى نفسها، القوى السياسية التي شاركت في نيروبي. فلكي تشكل هذه القوى المشاركة في نيروبي هذه اللجنة وتحدد لها يعني طبيعة المهام بتاعها، في تقديري يجب أن توحد نفسها. هذه القوة نفسها يجب أن توحد نفسها، لأنها وهي مختلفة سوف لن تتمكن من يعني تشكيل هذه الآلة. هل نتوقع اجتماع آخر لتنظيمات التي حضرت نيروبي لتشكيل هذه اللجنة، أم كيف سيتم تسمية اللجنة؟ لقد تم نقاش طويل حول هذه المسألة، لكن لم يتم الاتفاق حول كيفية تشكيلها. لكن أنا أقرأ هنا أنه هذه القوة هي التي ستشكل لكن هذه القوة هل حتجتمع مرة ثانية؟ القوة داخل المجلس والقوة خارج المجلس نفسها اللي حضرت في نيروبي تجتمع من جديد لتشكيل هذه اللجنة، أم يمكن هذه القوة نفسها ترى أن ليس هناك ضرورة لتشكيل هذه اللجنة، لأن ما تقوم به هذه اللجنة هو موضوع دراسات واتصالات يعني بين الطرفين، وبالتالي أنا شخصيا بين الأطراف اللي هي القوى المجلس والقوى الموجودة خارج المجلس. نعم. أنا شخصيا أرى أن نعطي الأولوية لعقد المؤتمر الثاني للمجلس، وأن تنضم هذه القوى الموجودة خارج المجلس. هل أنتم كنتم ممثلين للمجلس في الاجتماع؟ نعم. لا، كنا ممثلين لتنظيماتكم. هذا ما أردت توضيحه. طيب أستاذ محمد نور أحمد، في هذا الحوار القصير نرجو أن تعلق لنا حول الغبار الذي يثيره البعض حول مخرجات اللقاء، ويطرح أسئلة أحيانا وصفت بالانصرافية فيما يتعلق بالتمويل وغير ذلك. فما هو تعليقك على هذا الذي يدور في مواقع التواصل الاجتماعي بين الإريتريين المهتمين؟ في تقديري اللقاء كان إيجابي. نعم. والمواضيع التي طرحت به كانت مواضيع إيجابية جدا، ولم تخرج من المواثيق التي تبنتها المعارضة منذ بدايتها وحتى الوقت الحاضر، إنما كانت تعزيز وتقوية يعني لهذه
القضايا. على هذا الأساس من يريد أن يشوه بالتأكيد لا يجد ممكن أن يخترع ما يشوه به ويقلل به من قيمة يعني هذا اللقاء الذي تم. وطبعا هناك تطرح مسألة اللغات، لم تطرح هذه المسائل، يعني مسألة اللغة أصلا لم تطرح، وحتى كيفية إدارة إريتريا مستقبلا، يعني هل بشكل فيدرالي، هل بشكل لا مركزي إداري أو بشكل مركزي إداري، هذه القضايا نفسها لم تطرح لأنها تركت للبرلمان الإريتري الذي سينتخبه الشعب الإريتري بانتخابات حرة في نظام ديمقراطي تعددي سياسي. وهذا موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تضمنه البرنامج الذي طرح لمناقشته. ولذلك بالتأكيد تطرح هناك من أين التمويل. وأنا كنت أسمع البالتوك اليوم السمر برضو يقول من أين لهم هذا التمويل. التمويل هذا متروك لاجتهادات هذه المجموعة، أنها اجتهدت واستطاعت أن تقنع من يمولها، أقنعت مثلا بمهمتها من له القدرات المالية، لأن هذا لا يهمنا كثير، لكن يهمنا كيف وأين يستثمر يعني هذه المبالغ، ومتى استثمرت هذه المبالغ في هذا النشاط القائم. أنا أعتقد هذا هو المهم بالنسبة لي لتحقيق استحقاقات الشعب الأريتري. وموضوع ما أشرت إليه في سياق كلامك الأخير حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنا أعتقد الإعلان العالمي أيضا لحقوق الإنسان يتيح للجميع الحقوق والواجبات ويحقق كل الحقوق المتفق عليها سواء كان في بلدنا أو في بلدان أخرى. في نهاية هذا الحوار أشكرك أستاذ محمد نور أحمد الذي قدم لنا هذه الإفادات الثرة حول اللقاء الذي عقد في نيروبي في نهاية الشهر الماضي. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرحة خلو ودبات وراسي مني غزين سقام فلاسي بحر خلو نبعي لحباسي حزبي الري كله تقلاسي بعلي هيمانوت السمري حق اندبا قدم زنبري كي حينو مصبوغ زغمري ساما غارسو خيس ساما غري عسم بصحبتا ودب بحرا هدم سوسي حسن كي إريترا بعلي داقم يا بسمرا بلبل 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 من سوي تبقس بلبل 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 من سوي تبقس بلبل شارر هم سابو يا بلي
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، الجالية الإريترية في نيروبي تكرم قادة من الرعيل الأول. أمنستي تقول التجنيد المفتوح يدفع بالإريتريين إلى المنافي. تفاصيل الأخبار. في إطار احتفال الجالية الإريترية في كينيا باختتام أعمال الملتقى الوطني التشاوري بنجاح، كرمت في حفل بهيج المناضل حسين خليفة والمناضل مسفن حجوس، المناضل محمد برهان بلاتا، المناضل حروي تل بيرو، والمناضل الأستاذ محمد نور أحمد، وذلك تقديرا لإسهاماتهم ونضالاتهم المستمرة منذ مرحلة الكفاح المسلح وحتى الآن. وقد تفاعل الإريتريون في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعملية التكريم وأثنوا عليها مستبشرين بغد أفضل لقوى المعارضة الإريترية. هذا وكان الملتقى الوطني التشاوري قد عقد في الفترة ما بين 27 و29 من نوفمبر المنصرم، وأنهى جلساته في أجواء تسودها روح التفاؤل والحرية، ولا زالت صدى قراراتها تتناقلها الألسن في مختلف المواقع سواء في الداخل أو الخارج. نفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد وقف السلطات الإريترية الخدمة العسكرية المفتوحة، وقالت إن هذه الخدمة مستمرة وتخلق جيلا من اللاجئين الفارين بجلودهم من نير الاستغلال والأشغال الشاقة. وجاء في تقرير للمنظمة أن التجنيد مستمر لفترات غير محددة لقسم كبير من المجندين، وأحيانا تستمر الخدمة لعشرات السنوات، وتشكل إريتريا ثالث بلد من حيث عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بعد السوريين الذين سقط بلدهم في اقتتال مفتوح منذ 4 سنوات، والأفغان الذين تعيش بلادهم حروبا وعمليات اقتتال منذ الغزو الروسي عام 1979. وبحسب المنظمة التي مقرها العاصمة البريطانية لندن، فإن الخدمة العسكرية المفتوحة خلقت جيلا من اللاجئين بالرغم من أن البلاد ليست في حالة حرب. قالت ميشيل كاغاري مساعدة المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية أمنستي انترناشونال في شرق إفريقيا إن وضع المجندين في إريتريا ميؤوس منه، ويخالف ما تقوله بعض الدول المضيفة من أن معظم الإريتريين الذين يدخلون إليها مهاجرين اقتصاديين. وأضافت إن هؤلاء الأشخاص وبينهم الكثر من القاصرين هم لاجئون يفرون من نظام الخدمة العسكرية الذي يشبه الأشغال الشاقة، والأشخاص الذين يحاولون الفرار من الخدمة العسكرية يعتقلون في شروط مزرية، وغالبا ما يسجنون في زنزانات تحت الأرض أو في حاويات. وحسب القانون الإريتري فإن الخدمة العسكرية تمتد ل18 شهرا فقط، ولكن العصبة القائمة حولته إلى أجل مفتوح بحجة الحرب مع الجارة إثيوبيا. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الساعة لكم تحياتي وتحيات زملائي يوسف بوليسي وصلاح الزين، ومعكم أمل علي، إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم. تصبحون على خير.